السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أمينة جيجل مع فيديو جديد. كما راكم تشوفوا اليوم درت دولمة سردين، بما انه هذه الايامات رخيص شوية ومتوفر، استغلوا الفرصة. تفضلوا معايا نشوفوا طريقة التحضير. هنا جبت قدرة درت فيها كمية معتبرة من الزيت لانه السردين يحب الزيت. هنا درت 3 ملاعق تاع زيت كبار، وحطيت لهنايا حبة تاع طماطم ربيتها، نحيت لها القشرة تكون شوية كعبة كبيرة هكذا. راح نزيد لهنايا ندير التوابل. عندي لهنايا كمون، على بالكم السردين باللي يحب الكمون، وعندي فلفل عكري يعني فلفل احمر. انا ما درتش الحار، اللي يحب الحار يدير الحار. وعندي لهنايا فلفل اسود كمية هكذا. نخلي هادو التوابل شويه يتقلاو مع بعضهم، مع شويه لهنايا تاع الملح. درت لهنايا مغرف كبيره تاع طماطم تاع البواط، ودرت لهنايا نصف كاس تاع ماء، لانه الدولمه ما تجيش فيها الماء بزاف، لانه السردين يطلق الماء بزاف. لهنايا السردين تاعي غسلته ونقيته مليح، ولهنايا راح نديرلو نفس التوابل اللي درتهم في لاصوص، ومرستو غير بيديا، يعني ما تحتاجيش روبو. درت لهنا فلفل احمر، درت الكمون، راح ندير شويه فلفل اسود. هذا كيلو جا هكذا. وما تنسيش الملح تاني، لاني ملحت لاصوص. نخلي ديك لاصوص كيما خليتها تغلي، ولهنايا نوجدوا السردين تاعنا. حطيت لهنايا الملح، راح نضيف له لهنايا بيضه باش يتلم. كاين اللي يحبوا تضيفي له ارز، انا ما نحبش الارز، نحبوا سردين هكذا وحده، نخلطو هكذا بيدي مليح. عذرا على الصوره تاع نخلط بيدي. لهنايا نحط ثاني الورقه تاع الرند باش تطلق القو. لهنايا راح نشكلهم هكذا كريات هكذا، وارميهم غير بشويه في القدره بلا ما تخلطي. وكي تحبي تخلطي هزيها هكذا غير بيدك، رايحين يتلموا ويشدوا بعضهم كيما هكذا. بهذه الطريقه راح نحطهم كامل كيما هكذا، كيما راكم تشوفوا هكذا. والطياب نتاعو ياخذ حوالي واحد ربع ساعه الى 20 دقيقه، يعني ما ياخذش وقت طويل. راح وما تزيدوا ما تزيدوا حتى شي، خلوها غير كيما هكذا. ومن الاول يعني حطوا طماطم تاع البواط قد حطوا الزيت قد باش من بعد ما تزيديش باش ما تبقيش تزيدي تولي الماكله صامته. لهنايا نسيت نقول لكم معدنوس درتو في الكريات، نسيت كامل، ما صورتش هذيك الخطوه، ما تنساوش ديروا المعدنوس الكريات. وزيد درتو لهنايا في القدرة. انا عندي مجمد ماهوش فريش اخضر، يعني جبته من الكونجيلاتور. هذه هي النتيجة النهائية. لهنا يطلع شوية لفار هكذا، ما بانش الفوطو مليح. راح نحطه لهنايا في الصحن وزينيه بالقارص. هذه هي النتيجة النهائية. ان شاء الله يكون عجبكم.